بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أفاد مصدر أمني يوم السبت 4/1/2025 بإلقاء القبض على امرأة اعتدت برفقة زوجها على ضابط في وزارة الداخلية برتبة عميد ضمن منطقة بياع جنوب العاصمة بغداد. وقال المصدر أن القوات الأمنية ألقت القبض على امرأة من مواليد 1966 قامت بالاعتداء هي وزوجها على ضابط برتبة عميد منسوب للداخلية وقت الاستراحة بأسلوب الضرب مستخدمة سكين، وقامت بضرب العميد على رأسه، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة ضمن منطقة البياع. ولفت المصدر إلى أن زوج المتهمة لاذ بالفرار ضمن حدود منطقة البياع، مبينا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الاعتداء يعود نتيجة الخلافات عائلية فيما بينهم. إلى ذلك أفاد مصدر أمني آخر بتسجيل أول حالة انتحار ضمن محافظة ديالى في العام الجديد. وقال المصدر أن فتاة بعمر 17 سنة أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة الشال علقته بسقف غرفتها داخل منزلهم في منطقة التحرير وسط مدينة بعقوبة دون معرفة الأسباب. شكرا.